بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. آه قبل ما ندخل كده على الفيديو ما تنسيش تحط اللايك وتشترك في القناة لو مش مشتركة، وتسيبي لي كومنت حلو منك تشجعيني بيه. طبعا محدش يتخض من المنظر ده، كله هيبقى زي الفل دلوقتي. اول حاجة كده قمت من النوم لقيت المنظر اللي انتوا شايفينه ده، واللي شلته ده كان فسيخ كنت جايباه من بالليل يعني. فهابدأ كده ألم الدنيا حواليا لأني مش هاعرف أعمل أي حاجة في المطبخ وهو بالمنظر ده. امبارح نمت بدري عشان كنت تعبانة، وقمت بقى ايه الصبح علشان احضر اللانش بوكس للولاد، وشفت المنظر ده فقلت بقى ايه اغسل كده المواعين والم الدنيا كده حواليا علشان اعرف اعمل لهم اللانش بوكس واظبط الدنيا. طبعا اول حاجة كده هنضف الحوض ده وهبدأ اغسل المواعين، وبعد كده هعمل لهم اللانش بوكس بتاعهم، وهنشوف بقية اليوم هنعمل فيه ايه. هنا جبت كده الليفة اهي بتاعة الحوض، هغسله كويس الاول وبعد كده هغسل المواعين وهنزل ايه بيهم كده في الحوض. النهارده روتين كده حلو، فتنسوش بقى تعملوا لايك وتشوفوا الفيديو للاخر هيعجبكم جدا. هبدأ كده اغسل الكوبايات الاول وبعدين اغسل الاطباق. بقى لي فترة ما غسلتش معاكم المواعين، فقلت اغسلها بقى معاكم ايه يعني الروتين ده. طبعا كلنا بننام بدري وبنقوم بدري عشان المدارس والولاد، فطبعا النوم بدري كويس جدا ومفيد جدا ليكي يعني. انا كنت الاول بسهر وكده فكان بيجيلي صداع دايما وببقى قايمه من النوم مقريفه، بس دلوقتي الحمد لله بننام بدري ونقوم بدري. هي المدارس يعني حلوه في كده، اللي بيبقى اليوم منظم كده وهادي ما شاء الله وجميل. فهغسل بقى الاطباق كده وهعمل فطار وهعمل لانش بوكس للولاد وهنظبط الدنيا اهو. هغسل بقى كله كده على السريع. طبعا لما تقومي من النوم تلاقي المنظر ده اتخضيت صراحة. مطلعين كل الاطباق والازايز كلها فاضية والمعالق والحاجات دي كلها، مش عارفة صراحة هما بيعملوا ايه، بس يلا بقى ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب. خلصت كده اهو المواعين كلها، هبدأ بقى ايه اظبط الدنيا. بس انا هنا كنت قايمة بدري شوية، قايمة كده على الساعة 5 او 4:30 كمان، فقلت اشطب كده ايه المطبخ واظبط الدنيا قبل ايه ما اقوم الولاد يعني للمدرسة. فغسلت كده الازايز كلها زي ما انتوا شايفين كويس، وهبدأ ايه املى كل الازايز دي، حتى بتاعت المدرسة ما حدش ملاها ولا حطها في التلاجة ولا حاجة، كل اللي في ايده في حاجة بيرميها كده على الرخامة ويمشي. فخلصت كله كده اهو. وكان عندي برضو اكل كده على البوتاجاز، نمت وسبته، فكان عنده شوربة بقى كده بلسان عصفور، فحطيتها كده في حلة صغيرة احطها في التلاجة، وعملت لانش بوكس اهوت ومليت الازايز. وكان عنده شوربة زيادة حطيتها في كيس كده هحطه في الفريزر. طبعا طلع اطباق ومواعين تاني، وهنا كنت غليت لبن، ودي كانت بواقي حجازية كنت عاملاها قبلها بيوم. والبوتاجاز زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تحفة صراحة. هنا بقى البسكوتات كده فضيتها كلها علشان اللي هو بتاع النظافة ده بيجي كل يوم يعني، فقلت انزلها في يوم في الاسبوع، فاليوم ده كان دور انه يجي يعني، فقلت اغسل كل البساكت كده والبسها اكياس وانزلها علشان لما يجي ياخدها يعني. وهبدأ بقى اشيل كده كل الاطباق اللي غسلتها وصفت الحمد لله. هحطها في اماكنها علشان هبدأ اغسل الرخامات وهغسل البوتاجاز والكلام ده كله ما يجيش عليهم ايه صابونه او حاجة يعني.
شلت كل كده في الاماكن بتاعتها. وهنا هعمل بقى كانت الخلطة بتاعتي اللي انا بلمع بيها الرخامات والكلام ده كله خلصت. هنا جبت البخاخ بتاعي وهحط شوية جنرال وشوية خل وشوية مية. بس كده هتلمع الرخامة معاكي وبتدي ريحة حلوة وتلميعة جميلة. بس كده. البخاخ ده كان بخاخ من ماي واي كده للإزاز والحيطان والرخامة وكده. فخلص فبدأت أحط فيه الخلطة دي، والبوتاجاز زي ما انتوا شايفين مطرح الطبيخ فهيبقى زي الفل. دلوقتي هبدأ كده أرش من الخلطة اللي أنا عملتها على الحيطان اللي جنب البوتاجاز وعلى البوتاجاز، وهبدأ ارش سترس كمان على الحوامل الزهر دي، لان الحوامل الزهر دي مش بينفع معاها غير سترس، هو اللي بينزل الدهون اللي عليها ومش بتتعبني صراحة في الغسيل. مادام يعني حطيت عليها سترس ما شاء الله جميل، بس انا مش بحطه على البوتاجاز ذات نفسه علشان بيطفي اللمعة بتاعته. هو حلو جدا للأفران وحلو كمان للحوامل، وبالذات الزهر دي صعبة جدا في التنظيف، بس هو سترس جميل جدا في التنظيف بتاع الحوامل الزهر. لكن البوتاجاز ذات نفسه لأ، عشان بيخليه مطفي ومش بيخليه حلو زي ما انتوا شايفينه كده. فخلصته كده وهبدأ ألمعه بقى بمناديل مطبخ بعد ما دعكته كده زي ما انتوا شايفين. ومسحت كمان الحيطان اللي جنب البوتاجاز، لازم ايدك تبقى فيها علشان ما تلمش دهون منك وتبقى نظيفة. وصراحة البوتاجاز البيلد ان افضل من البوتاجاز العادي، لان هو يعني سهل في الغسيل وما شاء الله، يعني في ثواني كده بتمسحي الحيطان من جنب البوتاجاز وخلاص على كده. بس بقى الاصعب فيه اللي هو حوامل الزهر دي متعبة جدا في التنظيف، عايزة كل يوم يتغسلوا زي اي طبق بتغسليه. لو سهيت عنهم يوم فخلاص انسي بقى، هما بيبوظوا كده وبيتملوا دهون. بس صراحة سترس بيجيب من الاخر. اللي ما جربش السترس جميل جدا، هو العبوة دي ب30 جنيه وتحفة جدا وبتقعد معاكي فترة طويلة، وكمان بيعمل الافران بيخليها تحفة صراحة. هعمل معاكم البوتاجاز برضو الفرن البيلد ان في فيديو تاني هيعجبكم جدا في التنظيف وبيقضي على الدهون يعني. خلصت كده وهبدأ اغسل كده الفوطة بتاعة المطبخ مطرح ما غسلت بيها البوتاجاز، هنضفها كويس. والبوتاجاز راح زي الفل زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اغسل كده الرخامات وهلمعها عشان بقالي يومين ما غسلتهاش. لازم تبقى ايديكي كده في الرخامة، لان طبعا الرخامة دي بنقطع عليها خضار بنعمل عليها سندوتشات، فالشغل كله عليها. لازم اول باول تنضفيها كده عشان الميكروبات والكلام ده كله. زي ما انتوا شايفين كده الحوامل بقت زي الفل، غسلتها كده ونشفتها وراحت زي الفل. كده خلصت البوتاجاز ما شاء الله، ومسحت الحيطان زي ما قلت لكم اللي جنب البوتاجاز. وعشان كده تفتح نفسك كده، يفتح نفسك على الطبيخ والكلام ده كله. بدأت كده ألمع الرخامة من الخلطة اللي أنا عملتها. ترشي بقى عليها على دواليب المطبخ وتلمعي بقى بيها كل حاجة اهو. طبعا المطبخ غير ما شفتوه في اول الفيديو اهو، راح زي الفل. حطيت اللبن كده عشان هنعمل منه الفطار، هفطر منه يعني. وخليت الدنيا زي الفل. حضر بقى كده فطار خفيف معاكم خالص وهنفطر ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا يعني ما عملتش فطار، يعني قلت كده اخد عيش فينو رغيف واحد كده فينو من عيش البلاد، وهعمل كوباية شاي بلبن كده على السريع وخلاص. يعني مش فطار، يعني فطار لازم كده ندلدق اللبن وهنفطر بقى. الكلام ده كله كنا يعني بعد ما الولاد مشوا راحوا المدرسة يعني، فكنا بدري. قلت اعمل لهم بقى الكاستر بالجيلي ده عشان يلحق يجمد يعني في التلاجة قبل ما يجوا،
اول حاجة عملتها الصراحة، وكان يعني الصبح الساعة 8 او كمان 9 في الحدود دي يعني، فكنت عاملاه بدري خالص، قلت عشان يلحق يجمد يعني في الفريزر، في التلاجة قصدي، من تحت يعني. وبدأت بعد كده صراحة دخلت نمت ساعتين، وقمت على الساعة 1 كده بدأت أعمل الغدا. هنا جبت حلة كده وبدأت أشوح فيها لحمة اهو زي ما انتوا شايفين، وهنزل بقى عليها اسلقها كده زي ما انتوا شايفين. احط لها لورا وحبهان وبصلة كده، وهسيبها بقى ايه تتسلق، هي ما خدتش وقت. وهنا كان عندي عجينة اللي هي كفتة الرز دي، هعملها بس هعملها على شكل كور كده اهو. هعمل بقى كل الكمية اللي معايا كده اهو. انا بعمل عجينة كفتة الرز دي وبخليها في الفريزر، بعملها كده على اكياس على قد الطبخة اللي انا هطبخها، فبعملها كده بالطريقة دي. وبعملها كمان كفتة الرز اللي هي بالصلصة العادية، لكن الطريقة دي مش اغلب الناس يعني ما تعرفهاش ولا جربتها يعني، بس هي جميلة جدا. وجبت كده حلة على النار كانت فيها مية بتغلي، ونزلت عليها بالكفتة علشان تتسلق، وبعد كده هشيلها يعني. وهنا كنت عملت شوية رز كده على شعرية، وهنا كانت اللحمة خلاص قربت على سوا او استوت كمان، لانها هي صراحة كانت حتة لحمة يعني طرية كده، استوت بسرعة. هنزل كده بالقلقاس من الفريزر على طول، ده كنت مفرزاه يعني من السنة اللي فاتت، فقرب يخلص كده عشان الجديد بقى نفرزه. وهنا كانت الكفتة خلاص اتسلقت، والرز كمان اتشرب وخلاص. هبدأ انزل كده بالكفتة على الشوربة والقلقاس كده، علشان تاخد من طعم اللحمة كده ومن الشوربة كله مع بعضه. وهحط بقى الفلفل والملح عشان ما كنتش ملحت اللحمة، وهديها تقليبة. وهنا جبت طاسة على النار، حطيت فيها كزبرة خضرة كده قطعتها زي ما انتوا شايفين، وهنزل بشوية توم كده مفرومين زي ما انتوا شايفين. وهعمل لها الطشة بتاعتها، ده قلقاس هعمله الطشة بتاعته. وهنعمل بقى نحضر الغدا، وده كان غدانا النهاردة قلقاس كده ورز على شعرية وخلاص على كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.